ابدي وياكم بقصه. شيدت هاي الساحه اللي هي ساحه مجلس محافظه واسط الكاينه في محافظه واسط لغرض جمع التبرعات للشعب اللبناني المظلوم، للشعب اللبناني المقاوم، للشعب اللبناني اللي جاي يسطر اجمل صوره وبطوله للتحدي والمقاومه. هم فعلا مثلوا الحسين بكل معاني الحسين، الرافض للظلم للظلمه، برغم كل التحديات اللي يجوا يشوفوها من قبل الاعداء. وبنفس الوقت احنا كشعب متضامنين مع الشعب اللبناني وشعب غزه، وبالتحديد شعب لبنان لما يتعرض اليه. حالات اللي تشوفوها من تهديم لبناهم التحتيه، لعماراتهم، قتل قادتهم، شيء مؤلم. بس هذا الشيء ما منعنا أن نقدم شيء بسيط لأهلنا في لبنان، لبنان البطولة والشجاعة والمقاومة. وتجسدت صور عدة التضامننا مع الشعب اللبناني. اكو من جاب طحين، اكو من جاب شكر، اكو من جاب مخدة، اكو من يتبرع بفلوس. بس الغريب اليوم اجى رجال شايب قال عمي انا ما عندي شيء، ما عندي شيء املكه، اريد انطي هاي عباتي، اريد انطي هاي عباتي اوديها للشعب اللبناني. تدرون ايش تعني هاي العبايه؟ ما يملك غير هاي العبايه. انطى عباته، نزعها، قال يا ابوي هاي اللي اقدر عليها. هاي بيها معاني وصور عده، هي امتداد انساني واخلاقي معروب اتجاه اهلنا في لبنان. يمكن هو سمع اكو حاله برد تصيب لبنان بالفتره الحاليه، الجو كلش بارد في لبنان وما يملك شيء الرجل، فتبرع بعباته. هاي العبايه اللي تشوفوها. وشي نقول على الشعب العراقي، وشي نقول على شعب اهل الواسط، اهل الكرم والجود والانسانيه. يعني صعب ان اقدر القى معنى اقول بيه عن هذا الكرم. ما يملك شيء غير عباته تبرع بيها. هو هذا اللي مخلينا احنا نتميز على باقي كل دول المنطقه. واسط الكرم، عراق الكرم والانسانيه. شكرا حجاني، ما طلعتك يمكن وما قدرت اطلعك. شكرا لانسانيتك، شكرا لاخلاقك، شكرا لك لان انت جاي تعلمنا درس وتوصل دروس لكل من تخاذل وظلم الشعب اللبناني من حكام العرب. اسال الله ان يوفقك، ومثل امثالك احنا باقين. وهاي رساله قاعد نوصلها لشعبنا، باقين وياكم. واسال الله ان يحفظ شعب لبنان، شعب المقاومه، شعب التضحيه، ومستمرين ان شاء الله.